مش لازم جمبري ولا استاكوزا علشان تكون الأكلة جامدة. اللي ما جربش البصارة بطريقة جدتي فايته كتير. قوام مظبوط ولون يفتح النفس وريحة تجنن. تتاكل بالمعلقة تتاكل بالعيش، هي طعمة قوي وهتدمنوها من أول لقمة. أنا بعد ما بخلص أكل بتوحشني وبكون عاوز أرجع أكل منها تاني. إمم، مش معقول الخلاصة دي. إمم. المكون الأساسي ليها هو الفول المدشوش. ممكن نجيبه مغلف من السوبر ماركت أو تجيبيه من عند البقال. هناخد نص كيلو من الفول المدشوش وننقعه في المية 4 ساعات. مش أقل من 4 ساعات يا جماعة. ليه؟ علشان ما تاخدش وقت في السوى، وكمان النقع ده هو اللي بيعمل القوام الجميل للبصارة. كمان هنحتاج حزمتين كزبرة وحزمتين شبت وحزمة بقدونس، وده اللي بيدي اللون الجميل للبصارة. على فكرة على الطريقة الصعيدية ما بيحطوش الخضار ده كله، بيحطوا بداله ايه، ملوخيه ناشفه، بس احنا ملناش دعوه بالطريقه الصعيديه. كمان هنحتاج بصلتين كبار وتوم، حوالي 10 فصوص توم. وبكده تكون كملت كل العناصر المفيده للجسم: بروتين من الفول، ومضاد حيوي من البصل والثوم، وصيدليه كامله من البقدونس والكزبره. البصاره مع انها اكله بسيطه ورخيصه، لكن في نفس الوقت مليانه فوائد ومشبعه جدا جدا. هنغسل الخضرة كويس وننشفها. أنا بحب أستخدم المصفى دي في التنشيف الخضرة. يا ريت يا جماعة تجيبوا خضرة طازة، لأن ده بيعلي نكهة البصارة جدا جدا. أنا بحب أقطف البقدونس والشبت زي الملوخية. أنا مش بحب أخد العيدان بتاعة البقدونس والكزبرة، فأنا قطفتهم ونشفتهم واهتميت بالخضرة كويس، لأن هي دي أساس الطعم. اخد الفول بعد ما نقعته 4 ساعات واغسله كويس جدا جدا لحد ما الميه بتاعته تكون بيضاء، وهنلاحظ ان الحبايه بتاعته كبرت كده ونفشت وبقت حلوه. بعد كده بناخد الفول ده ونجيب حله نحطها على النار ونحط فيها الفول المدشوش، وبناخد البصل المقطع ونضيفه على الفول. قطعوا البصل يا جماعه اي تقطيع، حتى لو حطيتوها سليمه، احنا كده كده في الاخر هنضرب كل ده فين، في الخلاط. بعد كده بنجيب توم، ل10 فصوص توم وقرن فلفل، وده اختياري، اللي مش بيحب الفلفل بلاش منه. بعد كده بقى بنضيف البقدونس والكزبره والشبت، نحاول ننزلهم بايدينا. هنحط بقى شويه نعناع، كان عندي نعناع مجففاه، هنحط نعناع بيعلي الطعم برضو. النعناع يا ريت لو عندكم فريش يكون افضل. هنسخن شوية مية ونضيفها على الخليط ده كله. الخطوة دي بقى هنا مهمة جدا، لأن المية لو زادت عن الحد الموضوع هيبقى شوربة، فلازم نخلي بالنا إن المية تكون قليلة ويدوب مغطية الخليط، يعني حوالي كده مسافة عقلة الصباع. هنا لما بتحطوا الميه السخنه على الخضره بتبدا تدبل وتكش ويبان فعلا قدامكم المسافه، فبتضيفوا ميه لحد ما ايه، يغطي الفول بمسافه بسيطه جدا. ليه؟ عشان يجي لنا القوام اللي هو القوام التقيل الحلو ده. لان لو الميه زادت هتتحول تبقى شوربه، ومش هتبقى طعمها لذيذ، ومش هينفع نغمس بلقمه العيش. فلازم نخلي بالنا من الخطوه دي جدا يا جماعه في المرحله بتاعه الميه دي بالذات. يعني الاحسن تكون تخينه سهل تخفيفها، انما لو بقت خفيفه مش هنعرف نتقلها تاني. هنضيف كمان واحدة طماطم وورق لورا. في ناس بتحب تعمل أفكار جديدة وتحط جزر وكرفس وبطاطس، لكن براحتكم، لكن هي دي الطريقة الأصلية. بعد كده بقى بنغطيها ونسيبها تغلى شوية، وبعد ما تغلي نوطي عليها النار ونهدي النار. بعدها بشويه كده بنضيف مرقه دجاج. هتلاحظوا ان احنا ما حطيناش توابل خالص، لان مش دي المرحله بتاعه التتبيل، التوابل بتبقى في الاخر، لكن مفيش مانع نحط مكعبين مرقه دجاج. على فكرة يا جماعة البصارة مناسبة جدا جدا لفصل الشتاء، لأن هي بتديكي شعور بالدفى وبتعتبر مصدر طاقة كويس. البصارة أكلة مصرية أصيلة. يعني إيه أصيلة؟ يعني فرعونية الأصل، وكان اسمها بالهيروغليفي بيسورو، يعني الفول المطبوخ، لأن مصر كانت زمان مشهورة بزراعة البقوليات، فكانوا متخصصين في أكلات الفول والبقوليات. واحسن حاجه في الاكله دي ان هي صحيه 100%، لان مفيش فيها تسبيك ولا صلصه، وزي ما انتم شايفين كله مسلوق في مسلوق. وبعد حوالي نص ساعة اهي استوت. انا كل شوية بروح ابص عليها واتأكد. الفول اهو قدامكم دايب، وكل المكونات اختلطت ببعض واستوت اهي وبقت تمام، وريحتها قلب الشقة من قبل ما تتعمل، وانا عايزة اكلها بصراحة، ريحتها فظيعة. الخطوة اللي بعد كده بنسيبها بقى تبرد شوية، وبعد كده نعبيها كلها في الخلاط. لو انت عندك هاند بلندر اعمليها في الحلة زي ما هي وهي على البوتاجاز، لكن انا استنيتها تبرد شوية وحبيتها في الخلاط. وفي نفس الحلة بنرجع نصبها زي ما انتوا شايفين، ده القوام بتاعها، وكمان لسه لما بتبرد بتجمد اكتر. وجينا بقى لمرحلة التتبيل. التوابل الأساسية يا جماعة هي فلفل اسود وملح وكمون وبس. في ناس بقى بتحب تضيف حبهان مطحون، وبيحبوا يضيفوا كاري، يحبوا يضيفوا السبع بهارات، براحتكم، لكن التوابل الأساسية الأصلية هم الثلاثة دول بس. وجينا لمرحلة الطشة، ودي عبارة عن شوية زيت
وفيهم راس توم و3 معالق كزبره ناشفه، بنحمرهم ونعمل طشه زي بتاعه الملوخيه. هيغمى عليا من ريحه وجمالها. نيجي بقى لمرحلة التقلية. هنجيب بصلتين كبار ونقطعهم شرايح كده صغيرة زي ما انتوا شايفين، او تبشروهم بأي طريقة تعجبكم، ونغلفهم بشوية دقيق. هنرش عليهم شوية دقيق كده، وبإيدينا بقى نغلف او نخلطهم مع بعض بطريقة كويسة. ونكون مسخنين الزيت كويس جدا على درجة حرارة عالية، ونحط البصل في الزيت. بعد شوية بنضيف معلقة صغيرة من السكر، سواء سكر بودرة أو سكر عادي. السكر يا جماعة بيكرمل البصل، ولما بيتفاعل مع الحرارة بيدي ريحة جميلة قوي. جربوا الطريقة دي هيعجبكم البصل، هيبقى تلاقوا طعمه ألذ وتحبوا تاكلوه حاف. نفضل نقلب فيه لحد ما بياخد اللون الذهبي الجميل. لو حابين لون أغمق من كده أوكي. بعد كده بناخده بقى نصفيه من الزيت، بنعبيه كويس وبنصفيه ونحطه على طبق فيه منديل ورق علشان يشرب كل الزيت. البصل المقرمش الجميل ابو ريحه حلوه. دلوقتي بقى هنبتدي نغرف البصاره. زي ما انتم شايفين جمدت، مش انا قلت لكم في الاول لما نسيبها شويه تبرد بتجمد. ادي القوام بتاعها اهو اهو، بتتشال بالمعلقه، وهو ده القوام اللي ينفع صح نغمس بيه بلقمه العيش. بتبقى عباره عن كتل كده لذيذه. احسن حاجه فيها ان هي بتتاكل بارده، يعني دي لما بتسخن بتبقى طعمها بايخ. فالحلو فيها ان احنا بقى ناخدها ونعبيها في علب ونعينها في التلاجة، وكل يوم الصبح نفطر بيها او نتعشى بيها كده، بتبقى جاهزه وجميله. ناخد البصل المقرمش ونزين بيه الطبق ونكتر بزيادة لأن هو ده الطعم. عاوزاكم تسمعوا الصوت ده. سمعتوا الخرفشة دي؟ هي دي الطريقة الصح للبصل المقرمش. خطيرة. مش معقول الطعامة واللذاذة دي، فظيعة بصراحة.